حرب كبيرة على برهوم. أنا داخل في حرب لا يعلم بها إلا الله. طلع إنسان ذكوري. مشاكل النسوان مصيبة. عم يتمسخر على أوجاع الناس وعم يعمل ترند على ظهر العالم. متنمر. لازم تقاطعوه وتلغوا المتابعة من عنده. يطالبوا بمقاطعته بنادوه ابن نجاح هاي الحملة اللي طلعت ضده. لتعرفوا أكتر شاهد الفيديو. السلام عليكم. بعد ما انتشرت قصة لينا بكل مكان وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبتعرفوا جميع اليوتيوبر عملوا عليها قصة وردة فعل وشاركوا متابعينهم هذا الشيء. برهوم معراوي مثله مثل عامة الشعب عمل رياكشن وطرح الفيديو بس بطريقة كوميدية لأنه هو محتوى كوميدي. بعض من متابعينه والعالم اللي حضروا فهم الفيديو بموضوع خطأ، انه هو عم يتمسخر على اوجاع الناس وعم يتمسخر على لينا وان هي لازم تتعنف. كل شي صار معها بتستاهل، وحتى كذبها انه هي عم تعمل قصص كاذبة وتأليف من عندها. فنحن رح نشوف الموضوع ونشوف اذا عن جد عم يتمسخر على المخلوقة. فلا تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات لو وصلكم كل شي جديد، وتحطوا لايك اذا عجبكم الفيديو. 2000 years later. ذكوري. مشاكل النسوان مصيبة. القصة من كيسك. متنمر. حامل فيكي من أول شهر. شو يا لينا؟ برهوم خالف طرف. نسوان الحرب قعدوا على باب البيت وقهوة وبزر. خفف دم على وجعها وانقلبوا عليه. إذا نجاح بمد إيد عليكي حشن حملة نربيها. ما بتضحك تتمسخر على تعنيف بنت وقضية رأي عام. طليقة أبوكي ليش عم تنكشي لها قصص؟ والناس يعني مهتمين. بيطالبوا بمقاطعته بنادوه ابن نجاح، والبعض شايف انه لخص القصة وحر في تفسيره زي ما طلع ابوها وكذبها. شو الانترفيو اللي عملتيه مع الماما؟ ما في عمك منيحة مع أولاد أخوه، قدمني إياكي. هذا التقرير طلع بعد ما مرهوب نزل فيديو على لينا وطرحه مثل اي يوتيوبر. طبعا مين لقى الفرصة المناسبة؟ هاي المذيعة اللي برهوم عامل عنها فيديو من قبل وسالخها سلخ. لا ومظبطه للتقرير ذكوري يتمسخر على اوجاع الناس. ليش يعني كل واحد بده يطلع يحكي ضد لينا صار ذكوري؟ ما في خلص ما في حدا يطلع يحكي ضده ولا يقول بدنا نعرف شو وراها لهي القصة ولا ينتقدها ولا اي شيء. اي حدا رح يطلع يحكي رح نقول عنه ذكوري ورح نقول عنه عم يكذبها وعم يتنمر على الناس. السوشيال ميديا وكل واحد عنده رأي، يعني الواحد بيطلع 30 واحد ضده بيختلفوا معه بالرأي. ما لازم يطلع 2000 أو 8 مليارات شخص مطابقين لرأي هذا اللي عم يحكي قصته، وهو شغلته يطلع يحكي عن الترندات وبطريقة كوميدية. إنه أنا داخل في حرب لا يعلم بها إلا الله. هذا الفيديو عشان أرد على كل شيء انفهم من آخر فيديو نزلته. فاتي بحرب وبس طبعا عم يمزح. هون برهوم نزل فيديو تاني ليوضح الفيديو الأول إنه هو ما كان عم يتمسخر ولا عم يتهجم على المخلوقة. لنشوف شو حكى. نزلت فيديو من يومين عن قصة لينا ونجاح بن حمد. اوكي، هذا الفيديو ما توقعت ردة فعل الناس عليه لانه اخذ منحنى تاني كليا. الناس فهمت طريقة الفيديو بشكل فظيع. بيقول انه الفيديو اخذ منحنى تاني، يعني العالم فهمته بطريقة كتير غلط وما مثل ما العالم مفكرة انه هو انسان بلا قلب وما له حنون وبتمسخر. يعني هو بالاخير ما له شرير، يعني بني ادم مثلنا مثله وعنده قلب بحس بالعالم. الناس بس بدها واحد يوقع يعني لحتى تكتر سكاكينه مثل ما بيقولوا. قصة لينا وأبوها ومرت أبوها ونجاح بن حمد عملته كردة فعل على الموضوع لأنه الموضوع كتير أخذ ضجة بالسوشيال ميديا وكبر حجمه. يعني عرفتوا كبر حجمه لدرجة إنه قلب الموضوع نتفليكس، صار الموضوع مسلسل، بطلت قصة. غير عن هذا وغير على إنه هي عم تحكي القصة بطريقة وتفاصيل جدا مملة. أنا أكون صادق معاكم، أنا ما حضرت القصة كاملة، وأصلا الفيديو لما صورته كان لسه نازل جزئين 3 من القصة كلها. برهوم عم يحكي إنه هو انتقد طريقة طرح القصة، يعني إنه ليش عم تنزلي أجزاء وليش عم تستنى إنه بكرة استنوني في فيديو والبعده في فيديو، عم تنزل فيديو مرتين. إنه يعني مبين المهم إنه بس تزيد المتابعين أكتر والمشاهدات أكتر. طبعا برهوم اللي ما بيعرفوا له 4-5 سنين باليوتيوب لو وصل ل4.5 مليون. ما مثل لينا اللي طلعت بيومين. يعني ما بعرف الناس كيف تنسى تعب واحد. بتيجي بتصف مع وحدة طلعت امبارح وعم تحكي قصة ما معروف مين الطرف الثاني ولا شو القصة ولا ما بيعرفوا إذا صح ولا غلط كمان. يعني كمان إنه كان بس نازل جزئين، يعني لساتها بس كانت عم تحكي أيام الحلوة أو قبل ما تولد هي. عرفتوا كيف؟ كانت حكاية لا على تعنيف ولا على ضرب، بس كانت عم تحكي على صغرة أمها وكيف تعرفت على أبوها.
هو كومنتات الناس اللي اجت على الفيديو. انا عارف اغلب الناس اللي دخلت على الفيديو الماضي هي الناس مش متابعه جديده وما بتعرف مين برهوم وما بتعرف راي برهوم بالمواضيع اللي مثل هيك. حكي بالفيديو كان جدا منطقي، كنا عم نحكي بعيد عن العواطف وعم نحكي شيء بخص المنطق يلي ممكن نحن نمشي وراه، اللي هو انه هي القصه بتصير مع كل الناس، مع كل البنات، بتصير مع كل شخص صار معه ظرف هو وصغير. خليني امشي ستيب باي ستيب لانه صار علي كثير هجوم وانا من حقي اعمل هذا الفيديو وارد، لانه ما بحب حدا يفهمني بطريقه ثانيه ويفسر من عنده يصير في كم كبير والناس تنجر مع هذا الموضوع. الفيديو الماضي جاب كومنتات، خلينا نقرا بعض الكومنتات وبعدين نروح على فيديوهات طلعت. الناس الجديدة اللي بتفوت بس تعرف اول فيديو خلص بتاخد فكرة عن الزلمة انه هذا لا، هذا منحط، هذا بالاخلاق، هذا ما بيحترم مشاعر الناس، هذا متنمر. الزلمة المتابعين القدامى بيعرفوا انه هو انسان كثير يعني بيتعاطف مع القصص، وكان عم يطرح الموضوع بس عم يحكي وينوه على شغلة انه كيف طرح القصة وكيف الاستعطاف من قبل الناس عم يصير وليش اخذ ضجة كبيرة، وخلص انه طلع يحكي فيديو كامل وخلصنا من القصة. الحارة اللي بيقعدوا على باب البيت. لا الفكرة انه الفيديو تبعي طوله تقريبا 20 دقيقة، اخدين منه تقريبا 20 ثانية مقطعين الاجزاء اللي انا قاعد بتمسخر فيهم واخذ موضوع بضحك، وعاملينه فيديو انه انا عامل الفيديو ال 20 دقيقة بهي الطريقة. وقهوة وبزر. الزلمة منزل فيديو 20 دقيقة وحاكي الموضوع، ليش تاخذوا منه 3 ثواني 5 ثواني وتقطشوا على الكلمات اللي حاكيها بالفيديو وتعملوا منه قصة وترند وحملي ويلا نقاطعه وهو بيبسي وعم يدعم هدوك الاشخاص من هالكلام. خلص يعني الزلمة طلع حكى الموضوع بطريقة كوميدية وكل واحد عنده رأي بالاخير، ما فيكم تجمعوا اراء الناس على رأيكم. خلص يعني اللي تعاطف معها تعاطف، هو زي ما انه مجبور يتعاطف مع حدا ويتعاطف مع اللي بده اياه كمان. كل واحد خلص خليه بالصف اللي هو وقف جنبه. انت مثلا تجي بتشاهد الفيديو بتقعد تتهمه لهالشخص هذا كان عم يتعب له كذا سنة 4-5 سنين لوصل هاي المرتبة، تجي تتهمه بلا اخلاق ومنحط والغى المتابعة وعم يتمسخر على اوجاع الناس وعم يتمسخر على لينا وعم يتمسخر على مدري مين ويلا نهجم عليه يلا نسب له امه واخته وكل العالم. ايه بس ليش؟ لانه حكى كلمتين كوميديات. الزلمة قصده انه يضحك الناس ونوه على موضوع بسيط. أصدقائي لهون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى تكونوا استمتعتوا وفهمتوا معناته لبرهوم ونيته لهالزلمة، وما كل ما حدا حكى كلمتين تروحوا وتهجموا على التاني. اسمعوا من الطرفين وفهموا الموضوع. لا تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شيء جديد، وتحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم. الفيديوهات السابقة بصندوق الوصف. لا تنسوا تعملوا متابعة لحساباتي. بشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله تضلوا بخير، والسلام عليكم.